ده ايش هالمكان ده اللي اخذتني عليه ماما نعمت؟ خليني بسرعة اروح. بسم الله. كده يعني جايبها لمكان مهجور. هدول الناس مش عاديين خالص. خليني اتبعها بسرعة بالهداوة. يا ربي. ماما نعمت، انتي ليش جبتيني هنا؟ الوقت متأخر جدا. فسريلي ليش جبتيني هنا؟ اصمتي، اسمعي كلامي وشت. انت متأكدة ما فيش اي حدا وراكي اجا؟ ايش قصدك؟ طبعا لا، ما فيش اي حدا. تمام، اسمعيني كويس وافتحي اذنيكي كويس. شايفة ام رفيف اللي ماتت في السجن؟ انا قتلتها. شو؟ انتي قتلتي ام رفيف؟ ايوه، انا قتلتها عشان نتخلص منها. عشان لو قعدت حية كانت منعتنا من خطتنا دي. ماما نعمت، انتي شو عملتي؟ كيف تقتلي البنت دي؟ شت، وطي صوتك، وطي صوتك واصمتي. خليني اتصرف مثل ما عملت انا. اوعك تقولي لحدا. انا اعرفك يا ديما. ما تخافيش، لا. بس شو ده اللي عملتيه؟ انا اعمل اللي بديه، انا بس قلت لك عشان تعرفي، عشان انا خبيت عليكي. المهم، هيك عرفتي. شايفة اختها لازم تتعالج، بس لازم اختها ما تعرفش انه هي حامل، عشان رفيف اكيد رح تقول لها. لا مستحيل، اختها صغيرة، كيف بتقول لها؟ ده مستحيل يا ماما نعمت، مستحيل، ما تخافيش. ان شاء الله ما خافش، بس لازم ناخد حضرنا. شايفة؟ تمام يا ماما نعمت، تمام. انا قلت لمراد. شو قلت لمراد؟ ايوه، بس بدي اقول لك حاجة تانية. شو الحاجة؟ ان شاء الله خير. مراد الموضوع ما عجبوش خالص، وقال لي انه راح ينزل الولد غدا الصبح. شو؟ كيف؟ ايوه، تعبانة جدا وما عرفتش بدي اعمل. ما تبكيش، انا رح اتصرف. مستحيل مراد يعمل كده فيكي، اكيد هو رح يوافق. خلاص الولد عنده اسبوع كامل في بطن رفيف، مستحيل يعمل كده. ان شاء الله. يلا ارجعي للبيت بسرعة، عشان ما يعرفش اي حد انك كنتي معايا. تمام؟ تمام، يلا رح روح. يلا روحي. هدول وحوش، هدول وحوش. ماما قتلوهم. حرام عليكم، حرام جدا. حرام عليكم تقتلوا مرة كده. قتلوا لي ماما، أنا لازم أحاسبهم. أنا لازم أحاسبهم كلهم. أنا رح أورجيكي يا ديما، أنا رح أورجيكي يا نعمت، أنا رح أورجيكم الاتنين. تمام تمام. أنا رح أورجيكم، أنا رح أورجيكم مثل ما عذبتوني وكده خليتوني أعمل كده. أنا كمان رح أعمل لكم حاجة تندموا عليها، رح أعمل لكم حاجة تندموا عليها. يلا خليني اروح بسرعة قبل حدا يشوفني. ربي. كيف بيعملوا كده؟ كيف بيتصرفوا كده؟ ده كله عشان هذا الولد؟ ده كله عشان هذا الولد؟ كيف بيعملوا كده؟ كيف؟ شو هاي الضمير اللي عندهم يقتلوا مرة في السجن؟ حرموني من أمي، حرموني من أختي، حرموني من كل حاجة. أنا رح أنتقم منكم
واحد واحد، وراح أورجيكم كلكم. أنا راح أورجيكم مين اللي بيدق في هذا الوقت. إن شاء الله خير يا ربي. السيدة نعمت؟ أيوة السيدة نعمت. حتخليني قدام البيت؟ لا عفوا، تفضلي. تفضلي ادخلي، البيت بيتك. شكرا نفيف. شو حالة البيبي، بخير؟ الحمد لله. انت بخير؟ ما عندك اي حاجة ناقصاكي؟ قوليلي، لو في حاجة ناقصاكي ولا حاجة قوليلي، انا رح اتصرف. لا ما تخافيش، مفيش أي حاجة. تمام. اجيت عشان اطمن عليكي. بس في الوقت ده؟ ايوه ليش لا، بس انت ليش ما نمتيش؟ عشان ما عنديش أي نوم. بس لازم تنامي عشان صحة البيبي يا بنت. تمام رح نام. انت اجيتي لازم اقعد جنبك، شو رح نام وخليكي لحالك؟ ايوه. رحتي الديمة؟ شو قصدك؟ يعني رحتي شفتي ديمة الآن؟ انا ما فهمتش قصدك رفيف. يعني قصدي انه رحتي شفتي ديمة اليوم، يعني الآن شفتيها ولا لأ؟ لا طبعا ما شفتهاش، كيف اروح لها في الوقت ده؟ قلت اشوفك انتي وبعدين اروح البيت والصبح ان شاء الله اجيها. ان شاء الله. ليش كده وجهك اتقلب؟ لا ما فيش اي حاجة. اوعك تعصبي حالك عشان حالة البيبي. لا طبعا ما تخافيش. هو مراد اجا عشان يطمن عليكي؟ ايوه اجا، وكان رافض هذا الامر. ليش رافض هذا الامر؟ عشان هو كان رافض هذا الامر. هو رح يتقنى اليوم او غدا. وشو حالة اختك مريم؟ الحمد لله، بدت العلاج، وقال الطبيب انه لازم يطمن على صحتها في المستشفى وبعدين يعملوا العملية. ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله خير، ما تخافيش يا رفيف. ان شاء الله. تمام انا رح اروح عشان رح اتأخر علي الوقت. تمام بخاطرك، رح يجي يطمن عليكي. تمام. جاية لي بتقولي كده؟ شو هالضمير اللي عندهم هدول الناس؟ شو هالعالم ده؟ ده مش عادي ابدا، عصبوني جدا. لو اجت قدامي كنت قتلتها كلهم. خليني انام عشان انا تعبت جدا خلاص. هو ليش ما يجيش حد الوقت ده؟ انا مش هيجيلي نوم خالص لحد ما يجي مراد. خلاص مش هنام، لا مش هنام. وينك يا مراد؟ وينك؟ ما تسيبنيش، بترجاك ما تسيبنيش، بترجاك. اوعك تخليني لحالي وتروح، بترجاك يا مراد. ما اقدرش اعيش من دونك، خلاص ما اقدرش. بترجاك تسامحني وتوافق على هذا الموضوع. بترجاك يا مراد تفهمني لو حتى شوية. انت لساتك هنا ما نمتيش؟ مراد بترجاك سامحني، بترجاك انا غلطت، وهذا
كان غلط كبير عملته. المفروض كنت سألتك وأخدت جوابك، بس أنا اتسرعت. بس بترجاك إنه يبقى الولد. أنا شو قلت؟ أنا مو قلت إنه الولد رح يروح؟ يعني رح يروح، افهمي خلاص. مراد بترجاك افهمني شوية. لا مش هفهمك، أصلا ما بديش افهمك خالص، فاهمة؟ فهمتي عليا؟ روحي نامي، أنا مش هنام هنا. شو؟ أنت وين رح تنام؟ أنت رح تسيبني مراد؟ لا لا يا مراد، ما تعملش فيني كده، ما تعملش. روحي نامي، مش هنام هنا. مراد ما تروحش، مراد لا، مراد لا. أنا آسفة جدا، مقدرش أعيش من دونك. ليش تعمل لي كده؟ أنا آسفة، آسفة مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بيعمل هنا؟ مراد؟ قصدي سيد مراد. آسف جدا، آسف جدا. عادي جدا، بس كان قصدي امبارح حصلت مشكلة بيني أنا وديما. أيوة، ده كله عشاني أنا، صح كده؟ لا، مو انتي، ما تخافيش. طبعا المشاكل كلها أنا، صح؟ لا تقوليش كده. ليش ما أقولش؟ ده هي الحقيقة. لا لا، امبارح اتخانقت معاها، لذلك اجيت هنا عشان ماليش مكان تاني يروحوا. عادي عادي. تمام، انا هروح احضر الفطور. تمام. شكل الفطور لطيف. دي التورتة. دي تورتة لذيذة جدا. انت عملتيها؟ ايوه انا عملتها، لذيذة ما شاء الله. اسلم ايدك، بالصحة والهنا. شكرا. نشوف القهوة. القهوة روعة، شكرا كمان. يلا خليني انا اروح. شكرا على الفطور. العفو، كلي انت، ليش ما اكلتيش؟ رح اكل طبعا. ايوه لذيذة جدا التورتة. حلو. تمام، انا رح اروح الان. تمام، مع السلامة. مع السلامة، بشوفك. ايوه يسلم ايدي، التورتة روعة. خليني اشرب فنجان القهوة اروح. الله كمان روعة. انا فنانة عن جد. خليني احط ده هنا، اغسل الاطباق، راح اغير ملابسي. ما قلتلوش لحاجة مهمة.